بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. لايك بقى وشير وسبسكرايب لاكله في مطبخي. النهارده بقى معانا حاجه كده سهله وبسيطه، تحليه لذيذه جدا. بصوا، هي شبيهه بالليزي كيك بس مش هي الليزي كيك الاصلي خالص يعني. طعمها تحفه جدا. جربوها واكتبوا لي رايكم في التعليقات. اول حاجه معانا هنا نبدا بالصوص. معلقتين سكر، ومعلقه كاكاو خام، ومعلقه نشا، وكوبايه لبن، وممكن تستبدليها بميه عادي مفيش مشكله. بصوا بقى، على البارد كده هنقلب ده كله الخليط ده، وهنروح على النار بيه لحد ما يبدأ كده يغلي. هنحط له بقى مكعب زبدة، ولو مش عايزة تضيفي زبدة على فكرة برضو مش مشكلة، بس هي بتخليها غنية وبتديها لمعان كده. هنطفي بقى عليها. هنروح بقى هنا عندي 3 بواكي بسكوت شاي. تستخدمي البسكوت اللي انتي ممكن، يعني اي حاجة متاحة عندك، يعني مش شرط بسكوت معين. تكسريه بقى قطع صغيرة بايدك كده، يعني ايه، مش صغيرة اوي، مش انت هتفرفتيه ناعم، لا هتقطعيه مكعبات صغيرة كده. هنزل عليه بقى بالصوص اللي انا عملته ده، بيكون سخن لسه اهو. يعني انا بحضر الصوص جنبي وبعد كده بدخل اعمل البسكوت، وبحط عليه الصوص على طول اهو. شايفين ان الصوص لسه دافي عندي عشان يخلي البسكوت معايا ايه، طري. يعني انا سيبته يهدى شويه بعد ما كسرت البسكوت، بس مش ان هو يبرد خالص عشان برضو يديكي طراوه للبسكوت. بقى حاجه شبه الجاتوه كده بقى، يعني في الاخر كده بتلاقيه شبه الجاتوه، مش بتلاقيه البسكوت بقوامه ده، لا. هنحطه بقى هنا في اي صينيه بقى، طاجن بايركس، صينيه المونيا، مفيش اي مشكله. انا عندي الصينيه دي بس بتاعت الشيز استخدمتها يعني. هفردها بقى فيه كلها كده، واسويها كويس واحطها بقى في التلاجة قبل ما اجهز الخطوه اللي بعدها. عندي هنا نص كوبايه كريم شانتيه خام، عليه ربع كوبايه سكر بودره، وربع كوبايه ماء مثلج. بصوا بقى، انا عملته اهو قدامكم بالمضرب اليدوي وعمل معايا. أنا كنت بعمله معاكم بالمضرب الكهربائي، مش بياخد وقت، وعملته قبل كده بالخلاط انا جربته. وهنا عملته بالمضرب السلك، وهو زي ما انتم شايفين برضو قوامه تقيل معايا. بس تضربي بقى جامد، يعني حوالي 10 دقايق كده وهتلاقي معاكي عم بقى بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هنزل بقى صينيه البسكوت، هسويه كويس. هحطه بقى في التلاجة ساعتين كده عشان كريمة تتماسك. في الاخر بقى هعمل لها الصوص ده بعد ساعتين كده. هجهز بقى عندي كوبايه شوكليت شيبس، وممكن البديل بتاعها هي، يعني ما عنديش انا شوكولاته خام فانا بستخدمها شوكليت شيبس مكانها. و حوالي نص كوبايه لبن، ومعلقه كبيره زبده، وهسيحهم على حمام مائي سخن كده، او تدخليهم الميكروويف. زي ما انتم شايفين كده وشكله تحفه قوي القوام ده. طبعا الكريمه هنا تكون اتمسكت معايا، مينفعش احطها وهي طريه عشان ما تختلطش مع الصوص اللي فوق. هنزل بقى كده، وبسرعة تمسكي الصينية وتحركي عشان ما يجمدش معاكي، عشان طبعا الصينية ساقعة. هنحطها بقى في التلاجة حوالي نص ساعة كده تمسك معايا، بعد كده هنطلعها مع بعض. بعد نص ساعة طلعتها، شلت اهو التقل شال معايا بسهولة. هنا بقى عندي بسكوتين كنت شايلهم من البسكوت اللي انا حطيته. زيني بقى بالطريقة اللي انت تحبيها، يعني في كذا فكرة ان انت تزيني بيهم بقى. هنزل بقى عندي هنا فراولة قلت اشكل بيها برضو.
عطيها شكل حلو. بجد والله من احسن حاجات. بصوا يعتبر هي حاجة كده للكسلانين اللي مكسلين يعملوا حاجة، وفي نفس الوقت حاجة يعني جميلة جميلة جميلة. زي يا بنت اعمل جاتو والليزي كيك والتشيز كيك، يعني حاجة كده خيال. جربوها. هتلاقوا نفسكم تعملوها على طول من سهولتها، ومش مكلفة. بسكوت عادي خالص بقى، مفيش اي حاجة فيه. وممكن على فكرة تستغني عن طبقة الكريم شانتيه خالص، هي انا مزوداها كده من عندي، وتستخدمي الجناش ده فوق. يعني طبقة الكريم شانتيه مش مشكلة خالص، ممكن تستغني عنها، تحطي بس الجناش فوق وخلاص. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. اكتبوا لي رايكم في التعليقات. يا ريت بقى حبايبي ما ننساش اللايك. عارفه، حاسه ان انا باكل جاتوه كده حاجه يعني. جربوها هتعرفوا يعني هتحبوها. بحبكم في الله، هتوحشوني قوي. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.